أراد أن ينير الله عز وجل قبره فلينر ليله بصلاة الليل، فلينر ليله بصلاة الليل. ليس شيء كقيام الليل للقبر يعد، يا عباد الله جد، رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ليس شيء كقيام الليل للقبر يعد. الصلاة دي هي اللي تنور وانت داخل القبر، وتنور وانت طالع يوم القيامة، وتنور وانت بتعدي على الصراط. وهذا مشهد صعب. تخيل تحتك جهنم، والصراط عليه كلاليب وخطاطيف تضرب الناس، فناج مسلم وناج مخدوش. في حد هيعدي من غير ما يصيبه أي حاجة. ده كان مشيه على صراط الدنيا عامل ازاي؟ ده كان مشيه على صراط الدنيا عامل ازاي؟ مشيه على أحكام الله عز وجل عامل ازاي؟ ده كان اتقاؤه للمحرمات عامل ازاي؟ ده كان بعده عما يغضب الله عامل ازاي؟ عشان يعدي من غير ما ياخدش أي حاجة. وفي واحد تاني هيعدي بس مخدوش، هتصيبه، هيعدي بس هيصيب. فبعد ما يعدي هذا المخدوش يقول الحمد لله الذي نجاني وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. هو فاكر ان هو كده خلاص ما فيش حد زيه، ليه؟ من صعوبة الموقف. ومن الناس من يسير مرة ويكبو مرة، يسير مرة ويكبو مرة حتى ينجو. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأس الصراط يقول يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم.